لو حدث لا سمح الله، يعني نقول ذلك، هناك شيء في سوريا، ماذا سيحصل لحزب الله؟ سيخرج أقوى مما مضى. كيف؟ يعني تتهم سوريا بأنها حلقة وصل بين حزب الله وبين إيران. لا تتهم، هذا الواقع الذي نفهمه جميعا. معلش. الآن حزب الله أعد نفسه لمثل هذه المواجهة، سواء من قوى الشد العكسي في الداخل اللبناني أو من قبل الكيان الصهيوني، ويمتلك ترسانة من السلاح تكفيه لحرب طويلة مع الكيان الصهيوني. وإذا ما جازفت إسرائيل وقوى الغرب في محاولة استئصال حزب الله، أعتقد أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي. ألن يضعف حزب الله في لبنان إذا ما تخلى عنه النظام السوري؟ أنا أعتقد النظام السوري قد يتخلى النظام السوري يعني عنه. أولا النظام السوري لن يتخلى إذا بقي، وإذا رحل لن يتأثر حزب الله، بل يمكن أن يقوى. نعم. لأن النظام السوري رغم رفع شعارات المقاومة ودعم المقاومة، لكنه من الناحية العملية لماذا لم يدعم المقاومة في الجولان؟ لماذا يدعمها من خلال حزب الله؟ يعني هذه قضايا براغماتية وعلاقات مصالح. لكن إذا أخذنا المبادئ، من باب أولى من يجاهد من أجل تحرير الأرض هو النظام السوري. النظام السوري حاول أن يضغط على تركيا أن لا تقطع علاقتكم مع إسرائيل بعد الاعتداء على أسطول الحرية، بحجة أن قطع علاقات تركيا مع إسرائيل سيؤدي لوقف تفاوض سوريا مع إسرائيل. ولذلك هذا الصمت الإسرائيلي والصمت الأمريكي عما يجري في سوريا من أعمال وحشية ضد الشعب السوري. الأصل في المرحلة الأولى لما اتهمت سوريا بمقتل الحريري كاد يسقط النظام السوري وتكالب النظام الدولي كله ضد سوريا. نعم، وخرج لنا قانون محاسبة سوريا. الآن الأعمال الوحشية اللي بتجري في المدن السورية والقتل والاعتقال والتهجير، نجد أن العلم وبقيادة أمريكا وإسرائيل يقف شبه صامت. أنت تصفها بأنها أعمال وحشية، لكن هناك روايتين دكتور لما يحصل في سوريا. نعم. أنا لن أدخل في الموضوع السوري كثيرا. أنا ماليش بالروايتين، أنا بشوف ما تعرضه الشاشة. نعم، حتى ما تعرضه الشاشات يعني له. وأنت رجل إعلامي. نعم. يعني الصورة تكذب أي تحليل. لما تقول لي خرجت مظاهرة في حماة وبشوفها على شاشة التلفاز، هل هذا خداع إعلامي؟ لا، يعني هذه المظاهرات موجودة، لكن هناك مظاهرات مؤيدة أيضا تخرج. يا سيدي هذه تخرجها كل الأنظمة العربية. لو لم يكن هناك شعوب لما خرجت. خيل حسني وحمير وبغاله اجوا عميدا للتحرير. طيب، عبد الله السواعي كمان تحدث في نقطة، يعني هي موقف حزب الله، يعني أنا سأوصفه بأنه موقف مزدوج مما يحصل في بعض الدول العربية. صحيح، هذا صحيح. يعني نحن لا نقول أن حزب الله يمثل كل النقاء والطهر الثوري، مجبر بموجب مصلحته أن سوريا سند له أن يطرح موقفا يدعو إلى التهدئة في سوريا وإلى الحوار، وألا يكون في هنالك، ويشير إلى أن هنالك مؤامرة على سوريا. هذا الكلام يندرج في إطار الدبلوماسية، لكنه من ناحية أخرى أيضا قال إن سوريا ماشية بإصلاحات وماشية بالحوار، وكل الأنظمة العربية أيضا موقفها ليس بعيدا عن موقف حزب الله من نظام بشار الأسد. نعم، في هذه نعم، يعني ما فيش فرق. فلماذا نتهم حزب الله ولا نتهم؟ لا، هو حليف استراتيجي والدول العربية ومجبر كونه حليف استراتيجي أيضا من باب الأدبيات ومن باب المجاملة أن يقول بعض الكلمات. طيب، نعم. سأبقى مع هذه النقطة، فاصل قصير. نعم. ونعود لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا.
قلب الشارع لا رقابة فيه ولا مجاملة على حساب الوطن. سقفنا واضح وعالي، لا يوجد فيه أي محاباة. وجهة نظر هيئة مكافحة الفساد أنها تحقق في أسماء وأشخاص ليس لا وزراء ولا غير وزراء. لمعلوماتك بحياتي ما لعبت ولا بعرف ألعب ولا عندي قدرة مادية ألعب. لسه عملية التفاوض ما بدت يعني. والله البلد هذه مش لاقين مية نشرب فيها. كونوا معي بإذن الله كل اثنين وأربعاء الساعة 9 مساء وعلى الهواء مباشرة. تمتع بكرم الضيافة العربية الأصيلة على متن باصات جت الفخمة، أسطول كبير ينقلك براحة وأمان بين عمان والعقبة وعمان وإربد. باصات جت الحديثة، راحة وأمان وتوفير نقود كمان. كل ما تيجي على حدا تدق باب حدا بيقولوا لها انه اولادك مش اردنيين، مش اردنيين. إداريا من مسؤول عن توزيع الأعلاف في الصوامع؟ أبشرك المسؤولين النايمين، والله ما حد داير عن الثاني. تعالوا شوفوا رواتبنا وما تقارنونا بالهيئات اللي بتاخذ بالالاف الدنانير. صار لي الشهر السادس ما استلموا رواتبهم 150 دينار. مشان الله مشان الله إذا تقدروا تخاطبونا أمانة عمان. ينضم إلينا المهندس عماد الطراونة ومدير المخزون بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. نحن معكم في برنامج أحداث وآراء. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة. دكتور غازي، يعني أريد أن تفسر لي نقطة، كيف تكون يعني منسجما مع موقف حزب الله اللبناني وفي المقابل تكون أنت ضد الحكومة السورية وضد مواقف الحكومة السورية وهما حليفان استراتيجيان؟ أنا كنت مع سوريا حينما كانت حاضنة للمقاومة، يعني معظم قيادات المقاومة لم تجد أرضا آمنة في الدول العربية إلا على الأرض السورية، وهذا يسجل للنظام السوري ما في شك فيه. لكن المقاومة ليست فقط أن تكون حاضن للمقاومة، بل أن تفرخ المقاومة، أن تطلق يد المقاومة في الجولان وفي غيره. ولذلك كان يمثل حزب الله قفاز أمامي في الدفاع عن سوريا، ولو لم يكن حزب الله في لبنان لانهارت سوريا، ولو لم تكن حماس في غزة لانهار النظام السوري. كيف؟ معنى الآن حزب الله وحماس هم مناخس وأشواك في عيون الإسرائيليين وفي جنوبهم. إذا تشابكت صواريخ حزب الله مع صواريخ حماس في الأجواء الإسرائيلية، افتراضا ولا جدلا؟ لا، افتراضا، وافتراض قابل للتطبيق إذا ما نشبت الحرب. وبالتالي لولا حزب الله موجود ولولا حماس موجودة لكان اللي في قفص الاتهام النظام السوري، يعني لابد من البحث عن ضحية. ولذلك الأمر هو في مجمله مسيس وليس قرارات محكمة. ما معنى المحكمة صار لها سنوات بتشتغل وما توصلتش للقرار إلا الآن؟ كيف تفسر لذلك أنت؟ طيب هناك من يفسر صحيح ذلك. يعني طيب. أنه الجماعة بأخذوا مياومات وفلوس وأحساب. دكتور، هناك من يفسر ذلك بعيدا عن المياومات، هناك من يفسر ذلك بأن الوضع الآن في سوريا يمهد للضغط على حزب الله. هناك من يقول ذلك أيضا. من أي ناحية؟ من ناحية صدور القرار الاتهامي أو توقيته. يعني ما دور سوريا في هذه العملية؟ ممكن ستوجه الأصابع الاتهام بعد هؤلاء الأربعة إلى شخصيات سورية أو إلى قيادات سورية. احتمال وارد، ولكن احنا ما يهمنا
أن نحافظ على المقاومة وأن ندرأ هذا القرار الظني ونرفضه جملة. هو قرار اتهامي الآن وليس قرار ظني، لأنه سيكون سابقة أيضا خطيرة في توجيه الاتهام لكل مقاومة ومحاكمة. ألا يمكن أن تتهم حماس غدا بأنها قامت بجريمة معينة أو باغتيال معين؟ ممكن ولا مش ممكن؟